ازاي السكرينر اللي انا عملته بتاع جروس اكس هيساعدك في 10 ثواني ان انت تكون بتعرف اذا كان السهم ده فيه فرصة شراء او لا، وكمان موجود فور فري. السكرينر موجود على تريدنج فيو، تقدروا تقروا السكريبت بتاعه علشان تعرفوا طريقة استخدامه بأحسن طريقة، ولكن خليني أشرح لك بكل بساطة ازاي تكون بتستخدمه بكل سهولة. أولا عندنا هنا ده الشكل العملي بتاع السكرينر، تقدر تكون من السيتنجز بتحط أي 10 اسيتس أنت عايزها، بورصة، فوركس، بورصة مصرية، بورصة أمريكية، ذهب، وات ايفر، أي حاجة. وتقدر تكون بتختار التريدنج ستايل بتاعك، هل أنت داي تريدر ولا سكالبر ولا سوينج تريدر ولا بوزيشن تريدر. أوكي، وبعد ما تعمل ده كله هيظهر لك الحاجات اللي انت اخترتها، الاسيتس اللي انت اخترتها في الجدول ده، وهيديك سكور من 1 ل5. اوكي، علشان يكون بيقول لك، وكمان هيديك الاشاره هل هي سيل يعني شراء، ولا سترونج سيل يعني بيع، ولا شراء باي، ولا سترونج باي، ولا سترونج سيل. اوكي، بيحلل بناء على ايه؟ بيحلل بناء على الفايف بيلرز اللي احنا بنحتاجهم. هو احنا في جروس اكس بنستخدم 7، ولكن السكرينر ده مبني على 5. في نسخه اعلى مبنيه على ال7، ولكن النسخه دي مبنيه على 5. فهي موجوده على 5 بيلرز. اوكي، الترند، المومنتوم، الفوليوم، الفولاتيليتي، يوزنج السمارت ماني زي ما احنا بنستخدمها دايما في جروس اكس، يعني ال 3 جيميناي، اللوكن، وهكذا. وكمان الحته بتاعت السكويز مومنتوم عشان يكون بيكونفيرم على علامه الشراء. كمان هنا هتلاقوا الحته بتاعت الهاير تايم فريم كونفirmation. فانت اكشلي لما بتختار مثلا ان انت داي تريدر، فهو بيبقى الثلاثه تايم فريمز اللي هو بيجيب لك عليهم مثلا الساعه والاربع ساعات واليوم، عشان يتاكد ان الترند ده مسمع على 3 تايم فريمز، فيبقى الترند اقوى. فهنا بيجيب لك اذا كان التايم فريم الايند ولا لا. اوكي، فلو هو مش الايند هيكتب لك هنا ان هو نوت الايند. اوكي، كمان تقدر تكون بتحط عليه الارتس لو انت عايز، علشان يكون بيجي لك الالارت هل في علامه شراء قويه ولا لا. لو عايز تكون بتستخدم السكرينر ده اكتب جروس اكس سكرينر في الكومنتات، والتيم هيبعت لك ازاي تكون بتلاقيه على تريدنج فيو.